صباح الخير عليكم في حلقة جديدة من استباحة رياضية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن أول مبدأ من المبادئ الرئيسية للتدريب الرياضي وهو التكيف، وفهمنا ازاي بيحصل التغيير في جسم اللاعب نتيجة التمرين. النهاردة مكملين مع المبدأ الثاني وهو استعداد اللاعب للتدريب الرياضي. هنعرف يعني استعداد اللاعب، ايه العوامل اللي بتأثر عليه، وازاي نحدد الأهداف التدريبية المناسبة لكل مرحلة عمرية. نص الأساس: استفادة اللاعب من التدريب الرياضي تعتمد على مدى استعداده. مفهوم استعداد اللاعب للتدريب الرياضي هو استعداد اللاعب للتدريب الرياضي، بيقصد بيه مدى ملائمة درجة نمو وتطور أجهزته الوظيفية، تطور أعضاء جسمه، حالته التدريبية الحالية، نوع جنسه. كل ده بيأثر على مدى استفادة اللاعب من التدريب، وعلشان كده الحمل التدريبي لازم يكون متناسب مع الاستعداد ده. العوامل المؤثرة في استعداد اللاعب: في عوامل أساسية بتحدد درجة استعداد اللاعب. أول حاجة درجة نمو وتطور الأجهزة الوظيفية، الأجهزة لازم تكون جاهزة للتعامل مع الأحمال التدريبية. اتنين، تطور أعضاء الجسم، الحمل التدريبي لازم يكون متوافق مع نمو العضلات والعظام. تلاتة، الحالة التدريبية الحالية، كل لاعب ليه مستوى تدريبي مختلف والحمل لازم يناسبه. أربعة، نوع الجنس، تدريب الفتيان يختلف عن تدريب الفتيات بسبب الاختلافات الفسيولوجية. ونروح بقى للنقاط الرئيسية في استعداد اللاعب. هنلاقي إن مفهوم استعداد اللاعب للتدريب الرياضي بيشتمل على النقاط الرئيسية التالية: الحمل التدريبي لازم يتناسب مع درجة نمو الأجهزة الوظيفية للاعب. الحمل التدريبي لازم يتناسب مع درجة نمو أعضاء الجسم. والحمل التدريبي لازم يتناسب مع الحالة التدريبية الحالية. وتدريب الفتيان مختلف عن تدريب الفتيات بسبب الفروق في التكوين الفسيولوجي. وده اللي احنا متناسب مع أو متوافق مع العوامل المؤثرة في درجة استعداد اللاعب للتدريب الرياضي. نروح بعد كده بقى أهداف التدريب اللي بتتناسب مع استعدادات النمو والتطور في المراحل السنية المختلفة، اللي هي الأهداف التدريبية حسب المراحل السنية. بتختلف حسب كل مرحلة وأخرى لكل لاعب. يعني المرحلة السنية من 6 ل10 سنين بيبقى فيها أهداف، بس حب اللعب لدى الصغار، يبقى لازم إن أنا أبث الحب لدى الصغار من خلال الألعاب، من خلال التمرينات، العمل على استمتاع الصغار باللعب. أكيد اتكلمنا في الكلام ده كتير، وهنقول الولد الطفل جاي عشان يستمتع مش عشان ينضغط. يبقى لازم نعمل تمرينات تساعد اللاعب إن هو يكون مستمتع، ننزل لسنه، نعمل تمرينات تتناسب مع مرحلته السنية، تعليم بعض المهارات الحركية المناسبة. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ده ممكن نعمل فيها حلقات وحلقات. التأسيس الحركي هام جدا 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 لإن احنا نصنع لاعب. يبقى زي ما بنقول التأسيس الحركي هام جدا جدا لتأسيس لاعب يكون موهبة في المستقبل ليكون لاعبا عالميا. المرحلة السنية من 11 ل 12 عام بنبدأ فيها بقى توسيع قاعدة المهارات المعلمة اللي احنا هنعلمها. بنوسع قاعدة المهارات، الوصول للأداء الفني الجيد، يبقى احنا عايزين نوصل لأداء فني جيد. التمهيد لزيادة الأحمال التدريبية، يبقى بنبدأ في 11 و12 سنة نزود الأحمال التدريبية. المرحلة السنية من 14 ل 18 عام احنا بنبدأ بقى هنا مع الناشئين، مع ان احنا نشتغل على زيادة الأحمال التدريبية. التدريب التخصصي، ببدأ في التخصص والتدريبات التخصصية والعمل الوظيفي وزيادة جرعات التنافس، بيبقى في تنافس أكتر وأكتر في هذه المرحلة. مرحلة البلوغ، زيادة الأحمال التدريبية للوصول لقمة الجرعات التدريبية. يبقى أنا في هذه المرحلة عايز أوصل لقمة الجرعات التدريبية. هناك بعض المدركات الخاطئة في أساس استعداد اللاعب للتدريب الرياضي. أول مدرك خاطئ: جرعات التدريب الرياضي تصلح لكافة الأعمار، وده طبعا مش صحيح لأن كل مرحلة عمرها ليها احتياجاتها. تاني مدرك خاطئ: ليس هناك فرق بين تدريب الأطفال وتدريب البالغين. بنلاحظ إن المدربين اللي لسه بيبدأوا وكانوا لعيبة قبل كده
بيمرنوا الولاد الصغيرين وكأنهم لعيبة كبار. فبالتالي تدريب الأطفال لازم يكون ممتع وبسيط ومتناسب مع نموهم، عشان كده تدريب الأطفال مش زي تدريب البالغين. ليس هناك فرق بين تدريب الفتيات وتدريب الفتيان. تحدثنا ان في فروق فسيولوجية بتتطلب خطط تدريبية مختلفة ما بين البنين والبنات او الفتيان والفتيات. أهمية مراعاة مبدأ استعداد اللاعب. لو المدرب مرعاش استعداد اللاعب، مش بس اللاعب مش هيستفيد، لكن كمان ممكن يتعرض لإصابات أو إجهاد. علشان كده لازم التدريب يكون مدروس ومتوافق مع المرحلة العمرية والبدنية لكل لاعب. لازم المدرب يراعي مبدأ وأساس استعداد اللاعب. التدريب الرياضي، وهنعرف ازاي ان كل لاعب بيستجيب للتدريب بطريقة مختلفة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة عن استعداد اللاعب للتدريب الرياضي. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الاستجابة الفردية للتدريب الرياضي، وهنعرف ازاي كل لاعب بيستجيب للتدريب بطريقة مختلفة. ما تنسوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب شورى لايف، واستنونا في حلقة جديدة من استباحة رياضية.